أثارت المطربة بسمة بوسيل حالة من الجدل الواسع بسبب غنائها أغنية الأماكن للمطرب السعودي محمد عبده، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام. تسبب غناء بسمة بوسيل لأغنية الأماكن في غضب الفنان محمد عبده بشكل كبير، حيث قرر أن يقاضيها بسبب تقديمها الأغنية دون الاستئذان منه. بدأت القصة عندما قامت المطربة بسمة بوسيل كفر بصوتها لأغنية الأماكن، وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: الأغنية دي كانت رحلة والدي لما كان بيوصلني للجامعة، وكان يفضل يحفظها لي كل صباح. لقد شعرت بكلامها حتى مات. اللهم ارحم والدي واغفر له. كان رد فعل محمد عبده على غناء بسمة بوسيل أغنية الأماكن غير متوقع وصادم بالنسبة لها، حيث قرر أن يرفع دعوى قضائية ضدها بسبب استغلالها أغنيته دون أن تستأذنه أو تأخذ موافقة على ما فعلته. قالت بسمة بوسيل على إنستجرام: حتى كفر الأماكن اللي صنعتها لوالدي قالوا إنهم يريدون مقاضاتي على ذلك. وأضافت بسمة بوسيل: لا أفهم لماذا أنا الوحيدة التي أحاسب على رغبتي في عمل كفر. أنا زعلانة جدا إني بمسح حاجة عملتها بكل مشاعري تجاه أبويا. أنا شخصيا لو كان عندي رصيد فني مش هخيب أمل أي إنسان حب إنه يغنيلي. لم تكن أزمة بسمة بوسيل مع محمد عبده الأولى من نوعها، حيث تسبب غنائها لعدد من الأغاني لمطربين آخرين في أزمات معهم، ولعل أبرز هذه الأزمات عند تقديمها أغنية مين اللي بيختار دون إذن صناع الأغنية الأصلية والشركة المنتجة والتالي. ولم تذكر مؤلفه عدي الرحباني والملحن أسامة الرحباني ومطربتها الفنانة اللبنانية هبة توبجي. نشرت شركة وتراي بيانا أعلنت فيه رفضها عن ما فعلته بسمة بوسيل، كما أشارت إلى أنه من الممكن التغاضي عن كل ذلك إذا قامت بسمة بوسيل بتصحيح ما فعلته بإعادة نشر الأغنية مرة أخرى عبر حساباتها الرسمية. وذكرت أصحاب الحقوق وإزالة المنتج التجاري المروج له، وذلك تفاديا لقيام أصحاب هذه الحقوق باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.